تعالي بقى نعمل مع بعض الصينيه الحلوه دي اللي انا خلاص يا دوب اخدت منها قطعتين عشان اصورها معاكي. عاوزه اقولك بقى ان هي ما اخدتش مني وقت خالص، انا حضرتها بالظبط 20 دقيقه واخدت في حدود 7 دقايق تحت الشوايه في الفرن. تحفه جدا، سواء بقى تعمليها برامات صغيره زي كده شبيهه لام علي والطواجن الحلوه اللي احنا بنحبها في الفرن، يا مثلا تسيبيها تبرد 10 دقايق ولا حاجه وتبداي ان انت تقطعيها تبقى معاكي قطع متماسكه زي كده، زي اللي انت بتشتريها من بره من المحلات مع الهريسه والبسبوسه في التشكيلات اللي انت بتشتريها. يلا بينا بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف الجمال الحلو ده احنا عملناه مع بعض ازاي. وبالنسبه للطعم ما اقولكيش عليه، تحفه تحفه مشرفه جدا والله. معايا هنا 1.5 لتر من الحليب، خلاص بضيف عليهم كوبايه مش مليانه قوي، يعني كوبايه يعتبر الا معلقتين كده من الشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعريه طبعا نيه ومن الكيس على طول، بحطها على الحليب واسيبهم على النار يغلوا مع بعض مع التقليب المستمر. اهم حاجه ايديا ما بتبطلش التقليب، ليه؟ عشان خاطر الشعريه تبقى مفلفله معايا وما تكتلش مني في ارضيه الحله اثناء غليان اللبن. شايفين ما شاء الله اللبن بيغلي معايا اهو، وانا برضو بقلب فيها اهي. شايفين بقى الشعريه ما شاء الله نازله مفلفله معايا ما فيهاش اي حاجه خالص. في المرحله دي ههدي معايا النار، ليه؟ عشان اللبن ما يفرش مني ويدلق على سطح البوتاجاز. هنا بقى هنيجي لمرحله السكر. السكر هنا لازم يكون ابيض ناصع زي ما انت شايفه كده عشان ما يغمقش معايا العزيزيه، وفي نفس الوقت يدوب بسرعه لانه ناعم ودايب كده زي ما انتوا شايفين. هاخد معايا نص كوبايه، انت عايزه تضيفي كوبايه كوبايه الا ربع براحتك خالص، بس عشان خاطر كل واحد بيحط السكر المناسب ليه. هضيف معايا السكر بسم الله، وببدا ان انا اقلب برضو زي ما انت شايفه كده بقى. على فكره الشعريه هنا ما شاء الله استوت معايا زي ما انت شايفه، بتختبريها بتدوقيها بتلاقيها استوت معايا. عايزه تسيبيها تتقل معاكي تمام، مش حابه ان انت تسيبيها تتقل معاكي هنضيف مع بعض المكون اللي احنا هنحطه دوت وهنبدا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بجيب الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر وببدا ان انا اخد كده معلقه من النشا. اهم حاجه النشا بتاعتي تكون طازه وفريش ويبقى الصلاحيه بتاعتها لسه ما انتهتش، ليه؟ عشان خاطر لو انتهت الصلاحيه بتبدا النشا معاكي ما بتشدش او معنى صح ما بتربطش معاكي الخليط. بحط بقى معلقه من الميه او لو عندك معلقه من اللبن حطيه اللي هو اللبن الحليب وابداي قلبي. طيب قلبتها. في المرحله دي انا بستخدم هنا معايا الفانيليا اللي هي البودر، باخد ظرف واحد كده وبفتحه وبضيفه على النشا. طب ليه يا بوحه انت ما بتحطيش الفانيليا السايله؟ عشان خاطر ما تغمقش معايا العزيزيه. خلاص لو عندك السايله ممكن يعني المتاح عندك، بس انا بصراحه بفضل البودر، بتبقى النكهه بتاعتها اعلى شويه وما بتدينيش اللون الغامق. خلاص يلا بقى بضيف بقى النشا زي ما انت شايفه. اللهم صل على سيدنا النبي كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبسرعه ابدا اقلب الخليط، ليه؟ عشان ما لا قدر الله ما يكلكعش مني. شايفين بقى الخليط بيبدا يتقل معايا عشان خاطر زي ما قلتلك النشا لازم تكون مده الصلاحيه بتاعتها شغاله. خلاص ما شاء الله. شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الخليط معايا تقل وبيبقبق زي ما انت سامعه كده وشايفه قدامك. هو كده خلاص هقفل عليه النار بقى. قبل ما يتقل مني ويربط مني بكون مجهزه معايا الصينيه بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن. طب انا يا بوحه ممكن اكلها كده من غير ما ادخلها الفرن؟ طبعا بتحطيها في كاسات او في اطباق تقديم وتبداي ان انت تستخدميها. وزي ما قلت لك السكر الفانيليا الحاجات دي كلها حسب الرغبه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. لسه الخليط لسه ما عملناش فيه حاجه وبسم الله ما شاء الله مكرمش على الوش وعمل ازاي. ليه؟ الحليب بتاعنا جمسي فلاحي بخيره
مش منزوع الدسم، دي حاجة. الحاجة التانية لو انا حابة اضيف هنا معلقة سمنة بلدي براحتك، بس انا بصراحة مش حابة فيها دسامة وبخف السكريات بتاعتها عشان خاطر ما تتعبنيش، وخصوصا الناس بقى اللي بتبقى عاملة دايت او نظام رجيم وكده فتقدر تاكل منها بسهولة. طبعا دي الصينية اللي انا هدخلها الفرن معايا، صينية اللي هي صينية البسبوسة العادية او اي صينية مربعة مدورة عندك براحتك خالص. طب هتدهنيها حاجة يا بوحة؟ لا ما بدهنهاش، هي كل الحكاية ان انا بغرف كده بسم الله. عندك طواجن اللي هي البرامات الصغيرة دي ممكن تضيفيها. بصوا بقى القوام عندي بدأ يتقل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بتبدأي تحطي الكمية اللي انت عاوزاها، اللهم صل على سيدنا النبي كده اهو. بفردها في ارضية الصينية الحجم اللي انت عاوزاه، عاوزاها تخينة، عاوزاها رفيعة، عاوزاها وسط، براحتك خالص. انا باخد نص الصينيه كده اكني هعمل صينيه بسبوسه وادخلها الفرن تحت الشوايه. يا جدعان انا ما بحطهاش على ارضيه الفرن، انا بحطها تاخد وش بس تحت الشوايه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي بقى بعد ما خرجت من تحت الشواية اخدت اللون الحلو اللي انت شايفاه ده. طيب هنا في طريقتين، اما تحطي على قبل ما بتدخليها تحت الشوايه تحطي على وشها شويه سكر وتدخل تحت الشوايه تاخد اللون الجراتان اللي انت شايفاه ده، يا اما بتدخليها زي ما انا دخلتها كده من غير سكر ومن غير اي حاجه. ممكن تحطي معلقه قشطه على الوش وتطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. وممكن برضو وانت بتعمليها اثناء التسويه بتضيفي معلقتين كبار من جوز الهند تستوي معاه، بتديها ريحه ونكهه تحفة جدا. يعني ممكن تضيفي معلقة سمنة بلدي، معلقة قشطة، معلقتين جوز هند، شوية سكر كده على الوش. بصي روقي عليها. انا عاملاها بالطريقة دي عشان احنا في عندنا حد يعني مريض سكر، فاحنا بصراحة ما بحطش عليها الاضافات دي كلها، بس كنت الاول بضيف لها بقى جوز هند وقشطة وسكر وحاجات حلوة كتير كده. وعايزة تحط لها اللي انت عايزة تحطيه حطيه. ابدعي بقى بطريقتك انت، بتقدميها زي ما انت عاوزة، بتقدميها كده او بتقدميها طواجن براحتك خالص. اهم حاجة الطعم والنتيجة في الاخر بتطلع معاكي مشرفة جدا بصراحة. يعني لو عملتيها مرة بإذن الله هتعتمديها على طول، سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت.